أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يفهم سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا. وبعد، الحمد لله الذي حفظ السنة المصطفوية بأهل الحديث، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المرسل بأصدق الكلام والحديث، وعلى آله وأصحابه الذين أعزوا دينه الصحيح بسيرهم في نصرته سير الحديث، وعلى التابعين لهم بإحسان وسائر المؤمنين في القديم والحديث. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع ألفية الحديث الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن ناصر الدين محمد الخضيري الأسيوطي المشهور بجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المصري رحمة الله عليه ورضي عنه، المولود سنة 49 بعد 108 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 11 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي عند البيت 87 بعد 105، وهو بصدد الحديث عن آداب طالب الحديث. قال رضي الله عنه: ولا يعقنك الحيا عن طلب، والكبر وابذل ما تفاد، واكتب للعالي والنازل لاستبصار، لا كثرة الشيوخ لافتخار. ولا يعقنك الحيا عن طلب. هنا ينصحنا الحافظ السيوطي رحمة الله عليه ويقول: فليحذر الطالب كل الحذر أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في طلب العلم وفي التحصيل، في أخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن، سواء كان أقل منك في النسب أو أقل منك في السن أو غيره. فقد ذكر الإمام البخاري عن مجاهد قال: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. بعض الروايات اثنان لا يتعلمان، المستحي والمستكبر. هذا معنى قوله لا يعقنك، أي إياك أن يعوقك الحياء عن طلب العلم وطلب الحديث، أو الكبر كذلك يعوقك الكبر، تقول هذا أصغر مني في السن، أو أنا أشرف منه، أنا شريف. إياك، طلب العلم لا يعرف هذه الأمور. وابذل ما تفاد واكتبي. ولذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: من رق وجهه دق علمه. من رق وجهه دق علمه. إذا كان تستحي وكذا علمك يكون قليلا، دق علمه. ولذلك السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تمدح نساء الأنصار. قال: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال لك أي أمر نساء يحدث للمرأة، سواء متعلق بالحيض والنفاس أو شيء، هذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف المهاجرات كانوا الحياء يمنعهن من أن يسألن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول وكيع بن الجراح رحمة الله عليه: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه. لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن كل أصناف الناس، سواء كان أعلى منك، أو سواء كان قرينك مثلك، أو كان دونك. نعم.
وكان سيدي عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه يكتب عن من دونه، يكتب عن من دونه، السن أقصر منه وأصغر منه حتى في الطبقة. فقيل له فقال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. قال نأخذ الحديث ولو من دوني. قال لعلها الكلمة التي فيها نجاتي يوم القيامة لا لم تقع لي، لعل أخذها عن طريقه. نعم. وروى البيهقي عن الأصمعي قال من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذلك الجهل أبدا. من لم يحتمل ذل التعليم ولو ساعة واحدة بقي في ذل الجهل أبدا. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلم لتماري به، تجادل به بين أنك عندك علم، ولا ترائي به، ترائي الرياء يراك الناس، ولا تباهي به، البهاء الفخر، ولا تتركه حياء من طلبه، تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بجهالة، ولا رضا بجهالة. ثم قال وابذل ما تفاد واكتبي. وابذل يعني ينبغي لطالب الحديث إذا ظفر بسماع لشيخ أن يرشد إليه غيره من الطلبة. شوف ندخل النفس هنا، يكون الشيخ من المشايخ أسنده عالية، قال جاء العاصمة جاء الجزائر كذا، قال أجمع غيبنتنا بركة ما خبروا حتى واحد، باش احنا نستحوذوا على هذا الشيخ والأسانيد تاعو العالية احنا ناخذوها ما ياخذوا حتى واحد. يعوذ بالله. هذا ماذا أردنا بهذا؟ ما أردنا نشر العلم. نعم. قال كتمان العلم والعياذ بالله لؤم. كتمان العلم لؤم يقع فيه بعض جهل الطلبة والعياذ بالله، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع. لا، على كل حال هو الذي يكتم العلم أو يكون سببا في كتمان العلم هو في الحقيقة رفعت عنه بركة العلم، محقت منه بركة العلم، فإن كاتمه لا ينتفع بعلمه، لأن بركة الحديث إفادته. بركة الحديث أن تنشره، أن تفيده، ما تعرف الخير والراحة. كما قال إمامنا مالك رضي الله عنه وارجاه ونشره يمن. نشر العلم بركة، ولا البركة في النشر العلم. كم من أناس كانوا ما شاء الله طلبوا العلم وحفظوا المصنفات والمتون والأحاديث ولكن لما لم يتصدوا لنشر العلم ولم ينشروه ذهب العلم، بركة العلم. نشره يمن، نشر العلم ولو بلغوا عني ولو آية. تخش عندي مسألة، تعرف مسألة في باب الصيام، تعرف مسألة في باب الحديث، تنشرها. نشره يمن. وقال سيدي يحيى بن معين رحمه الله من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. وكذا قال إسحاق بن راهويه، كذلك إسحاق بن راهويه قال هكذا، قال من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. وقال سيدي عبد الله بن مبارك من يبخل بالعلم يبتلى بثلاث أو ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب بالعلم، يذهب عنه، أو ينسى، أو يتبع السلطان. يا لطيف، قال لي يبخل العلم يبتلي ثلاثة: إما يموت، إما ينسى، إما يتبع السلطان. يتبع السلطان خلاص ما بقالوش علم، ما كانش الذي العالم إذا وجدته يجلس على أبواب السلاطين هذا خلاص عنده بالله ما بقاش علم، ويتبع السلطان. وقال الخطيب ولا يحرم الكتم عمن ليس بأهل. الخطيب البغدادي طبعا الآن نتكلم إذا كان القصد أن تكتمه على طلبة الحديث، طلبة العلم، هذا حرام ومحق للبركة. أما أنك تكتمه عمن ليس بأهل، ما هوش أهل لها،
نعم. وكذلك من باب إعزاز العلم، هذا مطلوب. واضح الصورة، من باب إعزاز العلم، لأنه طلبة العلم ليسوا على درجة واحدة، منهم الصادق، منهم مش صادق أصلا. واضح. ذيك المشايخ كانوا يمتحنون الطلبة، يمتحنوا. شي طالب يقول له ارجع روح مش عليا، يقول شوف إذا هذا مخلص، يقول له ست الشيخ أنا جيت أطلب العلم كذا، تقول مشي، ما تقولي المشي ما يمشيش، أنا جالس أطلب الحديث. واضح. يمتحنه ويشوف، يقول له امشي، يرجع يرجع لي غدوة، يرجع لي بعد أشياء. واضح. الذي الصادق يبقى مصر، يشد يحب حاجة يوصل لها. واضح. ما ذاك اللي عنده اعزاز نفسه، تعزه نفسه، أو عنده حظوة في النفس ويحب العلم، يحب فقط يأخذ هذا الشيء اللي عندك فقط ويروح لا بركة. هذا واضح. لذلك لابد هذا. قال ولا يحرم الكتم على من ليس بأهل، أو لا يقبل الصواب إذا أرشد إليه، إذا أرشدتم لا يقبل، أو نحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما نقل من الأئمة من الكتم. نعم. وقد قال الخليلي لأبي عبيدة لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك عدوا. لذلك قال الشيخ بعده وابذل ما تفاد، يعني ابذله يعني انشره، ما استفدته من الأحاديث انشرها. واكتب للعالي والنازل الاستبصار. ما تقولش ناخذ غير الأحاديث العالية، لا، خذ العالي والنازل. العالي ما وهو ما كانت الوسائط أقل، قد تكون نعم فيها مزية، ولكن بعض الأحيان إذا كانت فيها انقطاع تصبح المزية للنازل. نعم. وإذا كان غير ضابطة، هو حديث عالي ولكنه صاحبه ليس ضابطا في الحديث، فأن تأخذه عن النازل وهو ضابط أحسن. نعم. يعني طالب الحديث يكتب ما يقع عنده سواء من الأحاديث العالية أو النازلة لأجل الاستبصار. ثم قال ولا كثرة الشيوخ الافتخار. إياك أن تكثر الشيوخ باب الافتخار. قال أنا عندي 100 شيخ، عندي 200 شيخ، عندي 300 شيخ، عندي 400 شيخ، عندي 500 شيخ، عندي 600 شيخ. تريد بذلك أن تفتخر على غيرك والعياذ بالله. ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. نعم. ثم قال في البيت 89 بعد 105 ومن يفدك العلم لا تؤخري بل خذ ومهما تروي عنه فانظري فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي. إذا كتبت قمشي وإذا رويته ففتشي. أي لا تتأخر عن أخذ الحديث عمن يفيدك العلم، ولكن ينبغي أن تنظر فيما تروي. ومن يفيدك العلم لا تؤخري. إذا وجدت شيوخ خذ عنهم مباشرة، لا تتأخر بل خذ ومهما تروي عنه فانظري. مهما تروي عنه أنت عليك أروي عنه ثم انظر إلى عدالته، انظر إلى الأسانيد التي ذكرها هل هي متصلة غير منقطعة، أي ليس فيها رجل ضعيف، ليس فيها رجل كذاب، ليس رجل متهم بالكذب. نعم. فقد رووا، أي هنا يشير إلى الرواية رواها علماء الحديث، كما قال أبو حاتم إذا كتبت فقمشي. إذا كتبت اكتب كل شيء، قمش يعني خذ كل شيء، اكتب كل شيء. وإذا حدثت ففتشي. واضح. لكن إذا رويت إذا تحملت خذ كل شيء، قمشي. وإذا حدثت في رواية إذا رويت ففتشي. انتقي الروايات التي يغلب على ظنك أنها صحيحة وأنها متصلة السند وأنها غير منقطعة وأن الرواة التي فيها عدول ضباط. واضح الصراحة. نعم. وقال الحافظ العراقي كأنه أراد أبو حاتم لما قال إذا كتبت فقمشي
أي اكتب الفائدة ممن سمعتها، مهما كان هذا الرجل خذ منه الفائدة واكتبها، ولا تؤخر حتى تنظر، حتى نشوفها عليه باش لا، خذ وما انظر. واضح؟ نعم. يعني لا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل الأخذ عنه أم لا، هل هو عادل، هل هو ضابط. فربما فات ذلك بموته، يفوتك هذا بعد النظر، يفوتك بموته أو سفره أو انتقاله من المحل الذي كان فيه، أو غير ذلك من العوائق التي تقع في الدنيا. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. وقت الرواية، وقت الأداء، حينئذ تفتش وتبحث وتنتقي الروايات التي تغلب على ظنك أنها صحيحة. نعم. ثم قال في البيت 91 بعد 105: وتمم الكتاب في السماع وإن يكن للانتخاب داعي، فلينتخب عاليه ومن فرد وقاصر أعانه من استعد، وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادلا. والتميم أي وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب. وتمم الكتاب في السماع، إذا أخذت كتابا عن شيخ تممه. وإن يكن للانتخاب داعي، ولا تنتخب، لا تنتقي أثناء التحمل خذ الكتاب كله عن الشيخ. فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيه من انتخبه فيندم. خذ الكتاب كله ثم انتخب منه ما شئت أن ترويه. هذا بعني ما يتمم الكتاب في السماع، يأخذ الكتاب كله عن الشيخ، ثم إذا أردت تنتخب بعد أن تأخذ الكتاب انتخب. لو انتخبت في البداية ربما تأخذ بعض الأحاديث ثم تندم، تقول أين الأحاديث الأخرى ربما لو أخذته كان أفضل. نعم. ولذلك قال عبد الله بن مبارك: من انتخب على عالم ما انتخبت أو من انتخب على عالم قط إلا ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. قال كل من ننتقي أحاديث عن عالم نأخذ، قل أعطيني أحاديث هذه الفلانية، أن نروي عليك أحاديث فلانية فقط، لا، خذ كتاب كله ثم انتخب. نعم. وقال ابن مبارك كذلك: ما جاء على منتق خير قط. منتق خير قط. وقال يحيى بن معين رحمه الله: صاحب الانتخاب يندم. صاحب الانتخاب، الانتقال، ينتقي إلى أحاديث الشيوخ، يندم. وصاحب المسجي لا يندم، يأخذ كل شيء، لا يندم. ثم قال: فلينتخب عاليه ومن فرد وقاصر أعانه ومن استعد. أي أن الطالب إن احتاج إلى الانتخاب لكون الشيخ مكثرا أحاديث كثيرة يرويها وفي الرواية عسر، ولكون الطالب غريب لا يمكنه طول إقامة. أنا أنظر مكان قعد 3 أيام أحاديثه، ما كنتش أسمع كل أحاديثه. أنا أنتقي في الطريقة، أنتقي. ماذا أختار الأحاديث العالية، عوالي الشيخ، أحاديث العالية رواها الشيخ أرويها عنه. هذا معنى قوله: إذا انتخبت وكان هناك مبرر لذلك فلينتخب عاليه ومن فرد، أو الأحاديث التي انفرد بها عن غيره من المشايخ، لم يرويها غيره من المشايخ. واضح الصورة؟ يعني ينتخب عواليه ومن فرد به الشيخ. نعم. ثم قال: وقاصر أعانه من استعد. أي أن الطالب إذا قصر عن الانتخاب لقلة معرفته استعان عليه بحافظ. أنا كما يقولون أهل البلد، أهل مكة أدرى به بشعابها. أنا رحت زرت منطقة معينة، زرت بغداد وأعرف مشايخ، قال الشيخ الفلاني مسند محدث ما شاء الله عليه، قال أنا أستعين بطلبة أخواننا من طلبة العلم هناك، قال هذا الشيخ
يعني ما هي الأحاديث التي انفرد بها عن غيره من المشايخ لم يروها غيره؟ قال الأحاديث الفلانية. أستعين بغيري لما لا أعرفه أنا، أستعين بأهل الخبرة، بأهل الخبرة من أهل البلد. واضح. قال ما هي أحاديث العالية؟ ما هو الأفضل عن المدة التي أمكثها هنا؟ يوم فقط وليلة واحدة. لا. ماذا تنصحون نأخذ عليه؟ قال خذ الأحاديث الفلانية لم يروها إلا هو. واضح. نعم. وقاصر أعانه من استعد. نعم. ثم قال وعلموا في الأصل للمقابلة أو لذهاب فرعه فعادلا. هنا إشارة إلى قول ابن الصلاح ويعلم في الأصل على أول إسناده الأحاديث المنتخبة بخط عارض أحمر. هذه اللي انتخبها لابد يجعل لها خط أحمر باش يقولها يعرف لها الأحاديث التي سمعها عن الشيخ. أو بصاد ممدودة، صاد ممدودة. واضح. أو بطاء ممدودة، طاء ممدودة، أو نحو ذلك. هذا كتاب الشيخ، لكن أحاديث انتقيتها وأخذتها عنه وسمعتها منه هي هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث. إذن أجعل عليها علامة، إما صاد ممدودة أو طاء ممدودة، أو أجعل عليها خطا أحمر، خط أحمر نحو ذلك من الإشارات. ما هي الفائدة؟ الفائدة من ذلك هي سهولة الكشف لأجل المعارضة مع غيرها. واضح. التي هي المقابلة. أو لاحتمال ذهاب الفرع فيرجع إليه. احتمال أنه الحد اللي كتبها ضاعت له فيرجع إليها أنه هذا الحديث أخذه عن شيخه. نعم. ثم قال في البيت 94 بعد 105: وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسماء رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا ندري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. كهذه يشير إلى الفيتو. وأصلها تدريب الراوي، لأنه الفيت سيوته وأخذها من تربية الراوي. وابن الصلاح. وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يغتنى، واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كتم عن خلاف أهل أو من يدعي الصواب إن يذكر، ثم إذا أهلت صنف تمهاري ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية. ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر من الحديث عن سماعه وكتبه فقط. لا ينبغي أن يقتصر فقط على السماع. قال وسمعوا الحديث باقتصار، يسمع برك بدون ما يفهم. تسمع وتفهم، تحاول تفهم. وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار. الحمار عنده يحمل كبد الحمار يحمله أسفارا. واضح. فقال يعني دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل ولا يحصل في عداد أهل الحديث. وقد قال أبو عاصم النبيل: الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة النذلة. وقال الخطيب البغدادي: هي اجتماع الطلب على الراوي للسماع منه عند علو سنه، فيتميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته، تعجل بركة ذلك في شيبته. لذلك قال الشيخ: فليتعرف ضعفه وصحته، يتعلم الحديث الصحيحة،
تمييزها عن الضعيف، ما هو حد الصحيح، ما هو حد الحسن، ما هو حد الضعيف، كيف يعرف الضعيف من الصحيح. فقه الحديث قال فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته. اللغة لغة الحديث، نحو الحديث كيف تعرف هذه الكلمة وهذه الكلمة، وفقهه فقه الحديث المسائل المستنبطة من هذا الحديث، وضعف الحديث وصحته. فليتعرف صحته وحسنه وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه. ثم قال وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما. كذلك أسماء الرجال، أسماء الرجال، أسماء رجاله، محققا كل ذلك، معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة، مقدما في السماع والضبط والتفهم والمعرفة الصحيحين. لذلك قال الشيخ وما به من مشكل وأسماء رجاله وما حواه علما، وقرأ كتابا ما تدري منه الاصطلاح كهذه. يشير إلى الألفية، قال قرأ ألفية السيوطي كهذه. وأصلها كتابه يشير إلى كتاب تدريب الراوي، لأن ألفية السيوطي أخذها من كتابه تدريب الراوي. نعم. وابن الصلاح أي أن تدرس مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. ثم قال قدمي الصحاح ثم السنن. أول ما يجب أن تعرفه الصحيحان البخاري ومسلم، ثم السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، ثم صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، السنن الكبرى البيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف في بابه مثله، سنن البيهقي يقول لك. ثم تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع، فأهم المسانيد مسند أحمد، ويليه سائر المسانيد، وأهم الجوامع الموطأ، أهم الجوامع الموطأ، ثم سائر الكتب المصنفة في الأحكام ككتاب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة وغيرهم. قال وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يقتنى، ما لا يمكن أن تستغني عنه. ثم من كتب العلل ككتاب أحمد وكتاب الدارقطني. ثم من كتب الأسماء، أسماء الرجال، تاريخ البخاري الكبير، وتاريخ ابن أبي خيثمة، وكتاب ابن أبي حاتم، وكتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. من كتب الضبط الأسماء كتاب ابن مكولة. وليعتني بكتب الحديث، كذلك عليه أن يعتني بكتابة الحديث وكتب شروح الحديث. وليكن الإتقان من شأنه بأن يكون كلما مر به اسم مشكل أو كلمة غريبة بحث عنها وأودعها قلبه، لأنه بالبحث ترسخ المفاهيم في القلوب. البحث عن الكلمة هذه، قال وش معنى هذه الكلمة، ابحث عنها حتى تجمع. هذا الرجل كيف ننطق اسمه كذا وكذا، هل هو ثقة؟ نعم. وقد قال ابن مهدي الحفظ الإتقان، الحفظ هو الإتقان، هذا هو الحفظ والإتقان. هذا معنى قوله واحفظه متقنا وذاكر. تحفظ العلم كذلك تذاكره، تدارس مع الطلبة. وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة، فإن المذاكرة تعين على دوامه، مذاكرة العلم تعين على دوامه. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام تذاكروا هذا الحديث فإن لا تفعلوا يدرس يعني يندثر. تذاكروا هذا الحديث فإن لا تفعلوا، إذا لا تتذاكرون بينكم يندرس، يذهب يعني. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته، فإن حياته مذاكرته، فإن حياته مذاكرته. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. قال مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. وقال سيدي بن شهاب الزهري: آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. ثم قال: واحفظه متقنا وذاكر، ورأوا جواز كتم على خلاف الأهل، أو من يدعي الصواب وإن يذكري، ثم إذا أهلت صنف تمهري. يعني من يدعي الصواب أن يذكر، يعني الإنسان إذا ذكر بالصواب يرجع إليه، إذا وقع في خطأ في كتابة حديث يرجع إليه. واضح؟ لا تأخذه العزة بالإثم. نعم. وكذلك رأى العلماء جواز كتم العلم على غير أهله، كما قلنا سابقا، على غير أهله. نعم. ثم إذا أهلت صنفي تمهري. ثم إذا تمكنت وتأهلت وكنت أهلا للتأليف وللتصنيف، فلتشتغل بالتأليف والتصنيف. نعم. ويبقي ذكرا ما له من غاية. والتصنيف هذا الذي يبقى بعد تبقى كأنه من الصدقة الجارية، وإنه فرض على الكفاية. والتأليف والتصنيف في العلوم هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. فقط فائدة: طالب الحديث إذا أراد أن يحفظ فليحفظ بالتدرج قليلا قليلا، كما ورد في الحديث الصحيح: خذوا من العلم من الأعمال ما تطيقون. وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، شيئا فشيء. ثم كما قلنا يشتغل طالب الحديث بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له مبادرا إليه، وليعتني بالتصنيف وشرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا. إذا ما صنفش لن تمهر في علم الحديث. وقال الخطيب البغدادي: وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج، تخريج الأحاديث يعني. وقال الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. ثم قال في البيت الثاني بعد 100 السادسة: فبعضهم يجمع بالأبواب، وقوم المستند للصحاب يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي، وخيره معلل وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا أو تراجما أو طرقا، واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري. فبعضهم، كأن هنا يتكلم الشيخ عن منهج العلماء في تصنيف الحديث. علماء الحديث كيف صنفوا الحديث؟ بعض العلماء يجمع بالأبواب، باب كذا، باب المياه، باب الوضوء، باب الصلاة، وهكذا. العلماء في تصنيف الحديث طريقان. الطريقة الأولى أن يجمعوا تصنيفه على الأبواب الفقهية كالكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هكذا من باب المياه إلى آخر الباب. نعم. ونحوها.
فيذكر في كل باب ما حضرهم ما ورد فيه. قال باب كتاب الصلاة تكون أحاديث التي سمعها المشايخ أو ما يحضره من كتاب أبواب الصلاة. باب الصيام يذكر الأحاديث الواردة في باب الصيام، وهكذا، مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، كذا وكذا وكذا. الأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، لكن هنا إذا صنف في كتاب على الأبواب الفقهية اسم الجامع، لكن الأولى أن لا يذكر إلا ما صح أو حسن سنده. نعم. فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. إذا بين، إذا هو قال أنا رويت كل شيء، رويت ما الصحيح والضعيف والحسن، فهنا لابد أن يبين. إذا كان حديث أورده في جامعه وهو ضعيف لابد أن يبين ضعفه، نعم. والثاني التصنيف على المسانيد، تصنيف على المسانيد، كل مسند على حدة. قال مسند أبي بكر الصديق، أحد يرويها بطريقه إلى أبي بكر الصديق. مسند عمر بن الخطاب يروي مسند عثمان، وهكذا. وقوم المستند للصحابي، يعني للصحابة، مسند كذا، مسند عائشة، وهكذا. ويقول دارقطني أول من صنف مسندا نعيم بن حماد. أول من صنف بطريق المسانيد، يعني أن يذكر كتابا كل سند صحابي إلى يذكرها في باب، هو نعيم بن حماد. والتصنيف على المسانيد وهو أن يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه، صحيحه وحسنه وضعيفه، ويذكر كل، قال المسند أبي بكر الصديق، يذكر كل الأحاديث الواردة عن سيدنا أبي بكر، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو حسنة. نعم. وعلى هذا له أن يرتبها على الحروف الأسماء الصحابة كما فعل الطبراني رتبوا على الحروف الأبجدية، وهو أسهل تناولا. أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو على السوابق في الإسلام، فيبدأ بالعشرة، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين، بينها تختلف بحسب المصنف. قال الشيخ في البيت الثاني، قال يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي أو الحروف يجتبي. الحروف يجتبي هذا صانع الإمام الطبراني، وعلى الأسبقية هذا صانع الإمام أحمد، وهكذا. نعم. ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، ثم النساء بدءا بأمهات المؤمنين، وهكذا. وخيره معلل، من أحسن التصنيف تصنيف الحديث معللا، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته. هذا أفضل شيء، يعني نأتي بالحديث، نأتي بالطرق، ونأتي بكل شيء في الحديث، واختلاف رواته، ورواه فلان بكذا، ورواه فلان كذا. ونعم. فإن معرفة المعلل أجل أنواع الحديث، لأن معرفة المعلل هو أجل أنواع الحديث، فهنا كأنك تسهل على طلبة الحديث. وخيره معلل. ثم قالوا وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخ، أو كذلك من طرق التصنيف أيضا جمعه على الأطراف، يذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده، كأن يقول مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هكذا 3 من كنا فيه، طرف الحديث، طرف الحديث من يجيب لك على الأسانيد التي ذكرت هذا الحديث بشتى ألفاظه، بتنوع ألفاظه، يسمى أطراف الحديث. أن يجمع الأطراف أو الشيوخ، أو نعم. فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. وكذلك قد يجمع على تراجم على الشيوخ، قال أحاديث التي رويتها عن مالك، أحد رويتها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أحد رويتها عن هشام عن أبيه عن عائشة، كل أحاديث رويتها، وهكذا. واضح الصورة.
وقد ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ عن انفراده، حديث مالك، حديث سفيان وغيرهما. ثم قال أو أبوابا أو تراجما أو طرقا، كذلك قد يجمعون أيضا عن الأبواب بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف. كل باب الطهارة يجيب كل أحاديث رواها في الباب الطهارة. وفي كتاب المياه يذكر فيه كل أحاديث في باب المياه. كتاب الحج يذكر الأحاديث التي ورد فيه باب الحج. كما صنف الآجري رؤية الله، أحاديث الواردة في رؤية الله. نعم. رفع اليدين في الصلاة وقراءة خلف الإمام كما فعل الإمام البخاري، كتاب اسمه رفع اليدين في الصلاة، أحد قاعد فيها رفع اليدين في الصلاة. القراءة خلف الإمام، الحديث الواردة فيه قراءة خلف الإمام، وهكذا. نعم. وقد يجمعون أيضا الطرق لحديث واحد، يعني يجيب حديث واحد ويجيب كتاب نفسه مصنف في حديث واحد فقط، وإنما ماذا يستوعب فيه؟ يستوعب فيه كل الطرق الواردة في هذا الحديث. هذا معنى قوله أبوابا أو تراجما أو طرقا واحذر من الإخراج قبل الانتقاء، يعني إياك أن تخرج الأحاديث قبل أن أو تصنف قبل أن تنتقي. على كل حال من ألف في الطرق كحديث من كذب علي، الإمام الطبراني كتب مصنف سماه من كذب علي، أورد فيه كل الطرق الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وليحذر طالب الحديث من إخراج مصنفه للناس إلا بعد تهذيبه. إذا كتبت المصنف ما تخرجوش حتى تهذبه وتحروا وتحريره وتكرير النظر فيه. وليحذر من تصنيف من لم يتأهل له، فمن فعل ذلك لم يفلح وضره ذلك في دينه وعلمه وعرضه. نعم. وكذلك ملاحظة ينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والموجزة، تكش عبارة غامضة، يستعمل عبارات واضحة، ويستعمل الاصطلاحات التي توضع عليها المحدثون. ما يجيبش اصطلاح غريب أول مرة يستعمله، واضح. نعم. ولا يبالغ في الإيجاز بحيث يفضي إلى الاستغلاق، يعني لا يختصر اختصارا مخلا بالمعنى ولا يطيل إطالة كذلك مملة. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: والمراد بذلك أن لا يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه من جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف عن جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ما ضم ما فاته من الأساليب. يعني أنت إذا صنفت لو تصنف شيء تأتي بجديد، لا تعيد ما قاله آخر. نعم. ثم قال: وهل يثاب قارئ الآثار؟ هل يثاب قارئ الحديث كما يثاب قارئ القرآن؟ اختلف العلماء في هذا. قال الشيخ في البيت السادس بعد 100 قال: وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن؟ خلف جاري، أي وقع الخلاف بين المحدثين. هل يثاب كثواب قارئ القرآن؟ كثواب قارئ القرآن. يقول أبو سعيد الخدري: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. أبو سعيد يقول لك مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن، يعني فيها حفظ الشريعة، فيها حفظ الشريعة. نعم. أي من العلماء من قال أنه يثاب، ومن قال أنه لا يثاب لكن ليس يثاب كقراءة القرآن. إلا أبو سعيد الخدري قال مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. الله نسأل السداد والرشاد والخير البلاد والعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.